عملنا لايف مع انيميشن دايلي كان جامد جدا، بس للاسف الصوت ما تسجلش. عشان كده قررت النهارده ان انا اعيد الجزء اللي كان فيه مشكله في الصوت. ولو انت ما حضرتش اللايف او ما تعرفش الموضوع كان ايه، فهو مينلي كان عن الفريلانسنج، سواء كان اوريدي عندك كارير وشغال فيها وعايز تسويتش للفريلانسنج، او انت ما تعرفش اي حاجه خالص ولسه متخرج وعايز تبيلد كارير او تبيلد سكيل معينه تقدر تبيعها وتبتدي فريلانسنج منها. خلونا ما نضيعش وقت ونبتدي على طول. طب الجزء الاولاني كان عن ايه؟ الجزء الاولاني كان مينلي عن البيرسونال ديفلوبمنت. وليه اخترنا ان احنا نبتدي بالبيرسونال ديفلوبمنت؟ لان احنا عارفين ان في مشكله اساسيه موجوده، وهي ان احنا كلنا بنضيع وقت، وكلنا الايام بتكر مننا، وبتحط تاسك بتبقى عايز تعملها ما تاخدش ساعتين 3، بس مع الوقت بتكتشف ان عدى اسبوع او 2 او 3 وهي لسه ما خلصتش اصلا، مع ان هي في قعده كانت ممكن تخلص. وبالتالي احنا هنروح لاول حته، وهي السيلف ديسيبلين. والسيلف ديسيبلين في واحد زي أنتوني روبنز بيتكلم عليه وبيقول ان هو ذا بيرسونال باور. وعرف البيرسونال باور بهو ان انت تقدر تاخد قرار في ان انت تقوم تعمل الحاجه اللي انت محتاج تعملها دلوقتي مش كمان شويه، او الحاجه اللي لازم تخلص النهارده انت لازم تخلصها النهارده. اتكلم كمان عن الموضوع ده في كتابه ذا بيرسونال باور، وقال ان 10% بس من الناس في العالم هي اللي عندها سيلف ديسيبلين. فانت لو محتاج تنجح فانت محتاج السيلف ديسيبلين ده يبقى جزء اساسي في شخصيتك. مش هو بس، كمان براين تريسي اتكلم عن نفس الموضوع وقال لك ان السيلف ديسيبلين دي هي المهاره الاهم اللي لازم تطورها في شخصيتك، لان من غيرها مفيش اي حاجه ممكنه. الالتزام عاده وفلسفه وطريقه بنعيش بيها. تيجي محاضرات او بتروح تحجز سيشنز عنده عشان تساله هو ايه سر النجاح، فهو مفيش سر ولا حاجة يا جماعة، الموضوع بسيط جدا، الموضوع مجرد التزام. طيب هو ليه دايما في مشكلة في الالتزام؟ الالتزام معناه ان انت هتبذل مجهود، والمجهود ده هيسبب ألم. الألم ده يجوز ألم بدني عشان لو عايز تقوم تعمل حاجة فيها مجهود بدني، أو ممكن يكون ألم ذهني، وهو ان انت قاعد بتخلص مذاكرة او شغل او وده بيخليك تبذل مجهود ذهني كبير، او ألم نفسي لان انت في نفس الوقت اللي انت محتاج تقعد تخلص فيه حاجة في متعة تانية انت محتاج تأجلها، زي انك تروح تكلم واحد صاحبك، تنزل تقعد على القهوة او تخرج خروجة او. طيب حاجة كمان بتساعدنا في ان احنا نخرج من الحلقة المفرغة دي، بان احنا نصحى كل يوم نبقى عارفين ايه التاسكات اللي معانا. انما لو صحينا من النوم عشان عليك يا رب مش هنعمل اي حاجة. لازم يكون عندك بلان واضحة وصريحة، انا الصبح محتاج اعمل كذا. ولنفترض ان انت عندك مذاكرة، عندك شغل، عندك تمرين، وهكذا. تحط التاسكات اللي وراك وبترتبهم. طب بنرتبهم ازاي؟ انا شخصيا بحب استعمل حاجة اسمها ايزنهاور ماتريكس. ولو انت ما تعرفش ايزنهاور فهو كان جنرال امريكي واحد كبار رجال السياسه في امريكا، وكان الرئيس ال 34 للولايات المتحده الامريكيه. ايزنهاور ده كان عامل ماتريكس ناس كتير جدا من بتوع المانجمنت بيستعملوها، وفي تحديد اولوياتهم في اليوم. زي مثلا ان انا بقسم المهام بتاعتي كلها لأربع مربعات أو 4 كاتيجوريز من المهام. حاجات مهمة مستعجلة، وحاجات مهمة مش مستعجلة، وفي نفس الوقت في حاجات مش مهمة بس مستعجلة، وفي حاجات مهمة ومش مستعجلة. وبالتالي بيحط الأولوية دايما للحاجات المستعجلة، وبيحاول يأخر شوية الحاجات اللي هي مش مستعجلة. ليه؟ عشان لو اليوم خلص منه ما يبقاش هو اضطر ان هو يوقع حاجات مهمة جدا في حياته او هتأثر على مستقبله بشكل كبير عشان يخلص حاجات هي ما كانتش مستعجلة اصلا. طبعا احنا ممكن نتكلم بالتفصيل اكتر عن كل حاجة من الحاجات دي في فيديوهات تانية، بس انا بحاول اديكوا هنتس بحيث ان انت يبقى عندك الصورة الكاملة، ومنها تقدر ترجع. النت مليان معلومات كتير جدا عن ايزنهاور ماتريكس او غيرها، وحاجات كتير جدا من التكنيكس اللي ممكن تنظم بيها المهام بتاعت يومك.
طب هنفترض ان انت دلوقتي بقى عندك حاجات المفروض تعملها في يومك، طب هتعملها ازاي؟ عشان تقدر تتغلب على التسويف المستمر ده، حاول ما نحطش لنفسنا تاسكات بعيدة، خلينا نحط تاسكات كلها تخلص في النص ساعة. ليه؟ عشان انت تقدر تضغط على نفسك نص ساعة في نص ساعة في نص ساعة طول اليوم لحد ما تخلص التاسكات دي. وطبعا ساعتها هيجي الحل الامثل وهو البومودورو تكنيك. والبومودورو تكنيك ابتكروا واحد اسمه فرانشيسكو، وهو ببساطة قال لك إن الدراسات أثبتت إن المخ بيبقى في قمة استيعابه لمدة 25 دقيقة، وبعدين الاستيعاب ده بينهار. بس إحنا لو قدرنا نريح ما بين 5 و10 دقايق ونرجعنا نشتغل تاني، فده معناه إن تحصيلنا هيبقى أحسن كتير. وده معناه ان احنا نقسم التاسكات اللي عندنا ليونتس، واليونت الواحده هتبقى حوالي من 25 ل 30 دقيقه، وبعدين نرجع نفصل 5 دقايق ونرجع نكمل. فلو انت عندك مثلا 3 مهام في اليوم، المهمه الاولانيه هتاخد مثلا ساعتين، فممكن نحطها في 4 يونت وهكذا، وتبدا تقسم. التانية هتاخد ساعة فدي 2 يونت، وهكذا لحد ما ال8 ساعات أو ال9 ساعات شغل في اليوم تقدر تخلصهم كلهم. تقدر تستعمل التكنيك ده سواء في المهام اليومية كلها أو إن أنت تخلص تاسكات معينة. الفكرة ببساطة من التكنيك إن إحنا بنحاول نسهل على نفسنا، عشان فكرة إن أنا أقعد ساعتين أو 3 متواصلين مع بعض دي هتبقى فكرة تقيلة ومش هتخليك تقعد أصلا. بس لو أقنعت نفسك بإن أنا هقعد نص ساعة خلصت حاجة، دي هتعمل حاجة مهمة جدا، إن أنت خلصت جزء من المهام أو خلصت جزء من المهمة اللي أنت قاعد تعملها، وده هيخلي عندك حافز ان انت تخلص بقيه الحاجات، وهيديك احساس بالرضا عن نفسك، هيساعدك جامد جدا في ان انت تكمل. طب احنا اتعلمنا دلوقتي 2 تكنيكس نقسم بيهم التاسكات، وفي نفس الوقت ازاي نقدر ننجز التاسكات دي. طيب دلوقتي انا هجيب التاسكات دي منين اصلا؟ خلونا نعرف المشكله عشان نعرف فين حلها. المشكله الاساسيه في ان انت ما بيبقاش عندك تاسكات يوميه، في ان انت ما عندكش خطه. الخطة دي مش معمولة لمدة سنة ولا لمدة 2 ولا لمدة 5. ولو رجعنا تاني لعم براين تريسي، كان بيتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهي ان انت لازم تكتب اهدافك. وتكتب اهدافك مش الاسبوع الجاي، انت لازم تكتب اهداف طويلة المدى، ولازم يتوافر فيها 3 حاجات مهمة جدا. اول حاجة ان هي تكون واضحة، تاني حاجة ان هي تكون محددة، تالت حاجة ان هي تكون قابلة للقياس. خلونا نتكلم على موضوع الوضوح. والوضوح هنا هو كان يقصد بيه بان انت تقدر تكتب الحاجات اللي انت محتاج تعملها او الاهداف اللي انت عايز توصل لها بشكل واضح وبسيط جدا، لدرجة ان طفل عنده 6 أو 7 سنين ممكن يفهم اللي انت كاتبه. نيجي لموضوع التحديد، ولنفترض ان انت عندك هدف معين زي ان انت تخس. ما ينفعش اكتب الهدف واقول ان انا عايز اخس. ان انت عايز تخس ده هدف صرمدي جدا. انا عايز اخس قد ايه؟ لازم احدد. انا لازم اكون عارف انا فين وعايز اوصل لايه. فعشان اعرف انا فين هروح اوزن نفسي واقول ان انا وزني 100 كيلو، انا المفروض الوزن المثالي بتاعي ولا افترض 80 كيلو او 75 كيلو او 60 كيلو، فانا لازم اوصل للرقم ده. مش لازم يكون الهدف بتاعك ان انت تخس تماما، ممكن تكون ان انت عايز تنزل في وزنك 20 كيلو مثلا، بس لازم تكتب ان انا محتاج اخس ال 20 كيلو. طبعا دي بتبقى اصعب كتير جدا في حتة التعلم، خاصة في المجال الفني يعني، بس لازم تلاقي طريقة في الحتة اللي انت بتشتغل فيها. وليكن مثلا ان انت يكون عندك التارجت المحدد ان انت تكون تتعلم ستايل معين، او تتعلم مثلا لو انت جرافيك ديزاينر تتعلم مثلا 15 20 ستايل مثلا من الديزاين ده، وتركز في واحد واحد بحيث ان انت تشوف ايه الحاجات اللي ناقصاك فيه وايه الحاجات اللي انت محتاج تتعلمها عشان تقدر توصل له. وانس ان انت وصلت له تقدر تحط تشيك عليه وان انت كده خلصته. تالت حاجة وهي انه يكون قابل للقياس، ودي مرتبطة بشكل كبير جدا بالنقطة اللي قبليها، وان هو يكون محدد. لو مش محدد مش هتعرف تقيسه. فانت حتى لو هي حاجة زي ما بنقول كده مش ممسوكة قوي، لازم تلاقي طريقة تعمل لها معايير تقدر تقيس بيها. الموضوع متعب بس هو مجدي جدا ومفيد جدا، وهيخلي ليك هدف على مدى طويل. خلونا بقى نرجع نتكلم ان احنا اصلا عندنا تكنيكس ازاي استغل الوقت، ازاي انظم المهام، ازاي اكتب خطط. بس انا ما عنديش خطة، فالوقت دلوقتي ان انت تكتب خطة. فعشان تكتب خطة اهم حاجة فيها ان انت ما تحطش خطة قريبة، ما تحطش خطة كمان اسبوع. لا، انت لازم يكون عندك خطة طويلة بمعنى ان انت تحط خطة كمان 5 سنين، وبعدين ال5 سنين تقسمهم
كل جزء فيهم لسنة مثلا، فيبقى انت عندك خطط سنوية، كل سنة انت محتاج توصل لحاجة معينة، وبعد ما تخلص السنة دي تخش في السنة اللي بعديها. بس ابتدي من الآخر، لأن في مثل انجليزي بيقول لك without a goal you can't score. انت لو ما عندكش حاجة انت بتشوط فيها فانت عمرك ما هتحط جول. فانت لازم يكون عندك هدف، ما تفضلش بتذاكر لغرض المذاكرة وخلاص. انت لازم تكون عندك هدف بتوصل لحاجة، لان انت لو قعدت تذاكر وخلاص ممكن تكون الحاجات دي مش ريليتد ببعضها، ممكن تكون مش مفيدة لبعضها، وبالتالي ده هيسبب لك احباط مع الوقت، لان انت مش هتحس ان انت بتتقدم او بتنجز بشكل او باخر. فنصيحتي ليك ان انت ابتدي بالسنة الخامسة، حط اهدافك كمان 5 سنين انا عايز اعمل ايه. وده بيعتبروه يعني في المانجمنت اللي هو الحتة التخطيط للمستقبل متوسط المدى، اللي هو من 3 ل5 سنين. وتقدر بعد كده تحط خطتك كلها، ابذل مجهود فيها، بس ده هيريحك كتير جدا بعدين. وكل سنة منهم خدها قسمها لشهور، وكل شهر قسمه لأسبوع أو لأسابيع، والأسابيع دي قسمها لأيام. مش لازم تحط الخطة دي كلها مرة واحدة، عشان انت الأيام مش تبقى عارف انت بتعمل ايه، ومش تعرف كل سنة من السنة التانية هيبقى ظروفك ايه فيها، فتقدر تعدل فيها. بس اتليست خلي عندك تارجتس شهرية في الخطة العامة اللي احنا عملناها، وبعد كده يبقى عندك حاجة زي خطط يومية. دي كراسة تانية بتاخد فيها التارجتس بتاعت الشهر ده. اقعد اول الشهر كده يوم ولا 2 في اي ويك اند، تلخص كل اللي انت عايز تقوله في الشهر ده وتحطه في الورق، وتحاول تلتزم بيه باستعمال طبعا التكنيكس الاولانية. خلي بالك ان انت مع الوقت بعد ما تبتدي الشهر في التاني في التالت، النولج اللي عندك هتتحسن بشكل كبير جدا، وهيحصل عندك تطور، وبالتالي انت تقدر ترجع بعد كده بناء على النولج الجديدة اللي انت اكتسبتها تعدل الخطة بتاعة السنين الجاية كلها. انا اللي انت عملته في الاول ده دي حاجة عشان تحطك على الطريق، بس انت ممكن تكتشف ان انت ماشي في طريق غلط، وممكن تكتشف ان انت والله هنا لو جيت في نص الطريق ودخلت يمين من هنا ده اقصر كتير. وبالتالي انت هيفضل عندك امكانية ان انت تعدل في الخطة بتاعتك لوقت طويل جدا، والخطة دي عمرها ما هتفضل ثابتة. انت كل ما هتكبر وكل ما هيحصل عندك نوع من انواع النضوج الفكري بسبب الحاجات اللي انت اتعلمتها، هتفضل تغير في خطتك. وفي نهاية الجزء ده انا عايز اقول لك ان الكلام في المواضيع ده ما بيخلصش، وفي كتب ودراسات ومحاضرات وفي كونتنت لا نهاية له على الانترنت بيتكلم في الموضوع ده. تقدر بأي تكنيك من التكنيكس اللي انا قلتها مش عاجباك، تقدر تدور على تكنيكس بديلة مناسبة ليك ولشخصيتك ولظروفك اكتر. طيب خلونا نبتدي في الجزء الثاني، وهو خش في الموضوع بقى على طول، وهو الفريلانسنج. طب يعني ايه فريلانسنج؟ الفريلانسنج ده معناه ان انت عندك سكيل معينة، مهارة معينة انت بتعرف تعملها، بتضيف فاليو لناس تانية، وبالتالي الفاليو دي انت بتقدر تبيعها وتاخد عليها فلوس. خلينا نبسطها. انت دلوقتي عندك مشكلة في فيشة كهرباء، فدورت على حد عنده السكيل دي ان هو يصلح فيش الكهرباء. مين بيصلح فيش الكهرباء؟ الكهربائي. فبتروح تجيب الكهربائي ده عنده سكيل. السكيل دي هتضيف لك فاليو بان هو هيصلح لك فيشة الكهرباء، وبالتالي هياخد عليها فلوس. فانت من غير ما يبقى عندك سكيل مش هتعرف تجيب فلوس. فلو انت لسه بتبتدي لازم يبقى عندك سكيل. هنفترض ان انت قعدت شهر 2 3 4 بتذاكر وبتبني سكيل. السكيل دي انت عايز توريها للناس، فهتوريها للناس ازاي؟ مفيش حل غير ان انت يبقى عندك بورتفوليو. طريقة ان انت تعمل بورتفوليو حاجة من 2 ملهمش تالت. يا اما هتخترع بروجكتس لو انت ما عندكش كلاينتس، انت اوريدي عندك سكيل بس ما عندكش فرصة ان انت تجيب كلاينتس، ما حصلش الفرصة دي، فساعتها انت هتروح تألف بروجكتس، تخترع بروجكتس، تعمل بروجكتس من دماغك، سواء لبراندز معروفة في سكة معينة. مثلا انت شفت اعلان مثلا لبراند معين في سكة معينة انت حابب ان انت تجربها، جربها واعملها، وتقدر تكتب عليه ان هو بيرسونال بروجكت مش بروجكت حقيقي،
بس في النهايه هو هيوري الكلاينت ان انت بتقدر تطلع الشغل ده او الكواليتي دي. الطريقه التانيه ان انت يبقى عندك كلاينتس حقيقيين. طيب هنفترض ان انت ما عندكش كلاينتس حقيقيين وانت عملت حبه بروجكتس بتاعتك. طب انا هحطهم فين؟ هوريهم الناس فين؟ من احد المشاكل الكبيره جدا لما كنت بحط بوست الشغلانه او بحط بسال ناس ان انا عايز ناس فبيرشحوا لي ناس فبكلمهم او هم بيكلموني ويبعتوا لي شغلهم، يقوم حاطينه على جوجل درايف. ودي حاجه مأساويه جدا. انا دلوقتي بقى مطلوب مني تاسكات كتير جدا، عندي 100 او 200 سي في محتاجين ان انا ابص عليهم واشوف شغلهم بشكل مهرجل. فطبعا انا مش هعمل كده. فالاختيار الاول بالنسبه لي ان انا هسكيب البورتفوليو ده اصلا، لان انا بقى عندي كميه من التاسكات انا عايز اخلصها، مش هفضل اضيع وقتي على حد ما اهتمش ان هو يرتب شغله اصلا. فنصيحتي دايما ان انت يبقى عندك ويب سايت. وليه ويب سايت؟ لان الويب سايت بيساعدك جدا في ان انت تحط الماركتنج مسج بتاعتك في الويب سايت بتاعك. فلنفترض ان انت بتشتغل مع كوربريتس مش فنيه خالص بس بتعمل لهم شغل، برزنتيشنز، ديزاينز، وات ايفر ايه. فانت النيش بتاعك او التارجت كلاينت بتاعك هو شخص بروفيشنال جدا. فانت ساعتها لازم توصل المسج دي ثرو الويب سايت بتاعك. طب انت لو بتعمل حاجات كرتونيه فاني فانكي مش عارف ايه، وده الكلاينت بتاعك ودي الحاجه اللي بتعجبهم، فانت لازم تعمل الويب سايت بتاعك كده. فدي هتبقى جزء من الماركتنج مسج بتاعتك. الحاجه الثانيه ان الكلاينت بيبقى محتاج يعرفك، يتعرف عليك شخصيا. لو حطيت على اي ويب سايت او بيقولوا عليها منصه او بلاتفورم من البلاتفورمز اللي زي بيهانس او الحاجات دي، ما عندكش فرصه ان انت تعرف نفسك بشكل كافي. يعني على سبيل المثال ما تقدرش تحط مثلا في سيكشن اباوت وتحط فيه فيديو عنك بتتكلم عن نفسك او عن البيزنس بتاعك او عن انت بتعمل ايه او الاكسبيرينسز بتاعتك. او ما تقدرش ان انت تكتب كلمتين كده ظراف عن الاكسبيرينس بتاعتك وحياتك. في الاخر انت محتاج الكلاينت عشان يشتغل معاك هو محتاج يعرفك بشكل او باخر. فالويب سايت جزء مهم من الموضوع ده. طب ايه اوبشنز الويب سايتس؟ خليني اقول لك كده على حبه اوبشنز. في منها انا برشحهاش لاسباب زي المقاطعه او حاجات من دي، زي ويكس مثلا. ويكس كان من اشهر الحاجات وهو كان فري اصلا. انا ما اعرفش هو دلوقتي، انا بقالي كتير جدا بستعملوش فمش عارف، وبس انا ابتديت بيه يعني. وده كان ببلاش، ممكن في 3 4 ساعات كده يبقى عندك ويب سايت عليه شغلك وعليه البورتفوليو بتاعك. بس انا ما برشحوش حاليا. البديل ليه حاجه زي كاربون ميد. وكاربون ميد ده برضو بيديك ويب سايت سريع بتمبلتس، حاجات برضو في 3 4 ساعات كده ممكن تقوم بتاع. بس ده هتضطر تدفع حوالي 9 او 10 دولار في الشهر عشان تعمل ويب سايت. فلو ما فيش الفلوس دي وانت مش محتاجه دلوقتي بلاش منه. الاوبشن الثالث وهو ان انت تعمل ويب سايت ووردبريس. ده هيكلفك ما بين ال 20 وال 30 دولار على حسب سعر الدومين والهوست اللي انت هتشتريهم. وتقدر برضو تستعمل تمبلت فري، او لو معاك فلوس شويه ممكن تشتري تمبلت برضو وتظبط الاداء على الووردبريس وهيبقى بروفيشنال اكتر بكتير جدا من سواء كاربون ميد او ويكس. اعتقد في سكوير سبيس برضو في ناس بتستعمله. انا ما عنديش اكسبيرينس كبيره فيه وما استعملتوش خالص وما دخلتش يعني على الموضوع، بس في ناس بتستعمله. بس في النهايه لو احنا معناش فلوس ومش عايز اصرف فلوس دلوقتي، ودي نصيحه ناس كتير جدا من اللي بيبيلد بزنس، ما تروحش تفتح شركه وتعمل بزنس وتصرف وتجيب كراسي ومكاتب وتشتري ويب سايت وتهاير ناس وانت ما عندكش شغل. حاول تجيب شغل الاول. فالطريقه الثانيه الاسهل في ان انت تعمل برزنتيشنز قويه على حاجه زي بيهانس مثلا او ارت ستيشن. كل واحد طبعا بيبقى عارف ايه الويب سايتس الاشهر في الحته اللي هو بيشتغل فيها. ودي حاجه مهمه ان انت تارجت البلاتفورم او المنصه اللي انت هتنشر عليها بشكل كويس، وتبقى عارف ان ده الماركت موجود هنا. ما تروحش يعني ما تروحش تبيع حاجه في حته هم مش محتاجينها. وبالتالي انت دلوقتي عندك كل الاوبشنز ان انت بقى عندك بورتفوليو وعندك الحته بتاعه ان انت عارض شغلك
ناقص ان انت توصل بقى للعملاء وتجيب عملاء. الجزء اللي بعد كده هيتكلم في الموضوع ده، واعتقد الجزء الفاضل ده من المحاضرة الأساسية أو من اللايف اللي حصل. احتمال تلاقوا فيه كلام بيتعاد من اللي أنا قلته، بس في الإعادة إفادة. وأشوفكم في الجزء اللي بعديه.